مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر. والنهارده بصراحه هرجع لكم بحوار هحكي لكم فيه شويه عن اللي بيحصل عندنا هنا في الشارع. اول حاجه احنا عندنا هنا في الشارع في ناس يعني في عندنا كيبل كار في الشارع اللي احنا عايشين فيه، يعني السياح يقدروا يطلعوا الجبل بالكيبل كار. معرفش بصراحه هو اسمه ايه بالعربي، فعلا معرفش اسمه، بس مش دي مشكلتنا دلوقتي. الموضوع ان انا حبيت ان انا اكلمكم في الموضوع ده ليه، عشان اوريكم كمان هما بيشتغلوا فين. هو الشارع بتاعنا طويل واحنا في اخر الشارع، فالشارع بتاعنا ديد اند، بس في اول الشارع في الكيبل كار ده، ففي سياح كتير بتيجي ومش عارفه ايه وبيطلعوا على الجبل وكل الحاجات دي. فهم بيعملوا توضيبات دلوقتي علشان السياح اللي بيجوا، عشان يبقى في مكان فوق مطعم على الجبل. هو كان الاول في مطعم بس علشان يكبروا المطعم وبيعملوا توضيبات كبيره قوي قوي قوي. طبعا سمعت كمان ان هيبقى في اوتيل فوق الجبل، فلما السياح يطلعوا بالكيبل كار فوق يبقى في المكان تحفه واوتيل ومش عارف. المهم يعني ان هي توضيبات كتير قوي 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 وكبيره، بقالهم سنتين بيعملوا في الموضوع ده. وتحت عندهم باركينج كبير جدا للشركه. والموضوع ان اللي انا يعني جاي احكي لكم عليه، ان هم لما يكون في شركه كبيره قوي كده وبتعمل شغل كتير في المنطقه، يعني قافلين مثلا الشارع او هيبنوا حاجه جديده او هيعملوا حاجه مهمه في الشارع، فلازم يعملوا انفايت لكل الشارع، لكل اللي ساكنين في الشارع، يبعتوا لهم جوابات في البوست بتاعهم و ينفايت دم على ميتنج، ويقعدوا في الميتنج كل الشارع، يعني كل اللي عايز يروح. هو طبعا مش اجباري، هو اختياري، بس هم لازم يبعتوا للناس، ولازم ان هم انفورم كل الناس اللي في الشارع. وطبعا الناس عندها الاختيار تروح ولا ما تروحش. طبعا اللي مهتم يعرف هم هيعملوا ايه وايه اللي هيحصل في المستقبل وايه اللي هيحصل في الشارع بتاعنا فبيروحوا. وطبعا هم بيقولوا لهم على كل البلان، ايه اللي هيحصل من الالف للياء. طبعا ده انا بحكي القصه دي عشان عارفه ان احنا عندنا في مصر ما بيحصلش كده. طبعا احنا عندنا في مصر اللي عايز يبني بيبني، واللي عايز يهد بيهد، واللي عايز يصلح بيصلح، ومفيش حد يعني ما عندناش الموضوع ان الناس تبعت تنفورم الناس اللي عايشين في الشارع اللي هيحصل فيه المباني او الهد او التغييرات او اي حاجه. بس احنا عندنا في النرويج هنا ان لما بيحصل كده كمان بيحصل حاجه تانية خالص. انا دلوقتي لو انا مثلا عايزه اغير في البيت بتاعي، يعني انا مثلا عايزه اعمل بلكونه، والبلكونه دي هتبقى باصه على الجيران وهتأثر على الجيران، او الجيران مثلا شباكك هيطل على الجيران فهتشوف هيبقوا مفتوحين عليك. فلازم ان انت تبعت للحكومة في مكتب، يعني في الحكومة، ان انت تبعت لهم وتنفورم المكتب بتاع الحكومة ده، ومكتب الحكومة يبعت لكل جيرانك جواب ان هم موافقين ولا لا. كمان طبعا انا عمري ما سمعت على ان اي حد هنا ما بيوافقش او ان هم بيعترضوا. طبعا في ناس بتعترض كتير، بس يعني الأغلبية ما بيعترضوش، يعني خلينا نقول كده، لأن كل الناس بتسهل الأمور يعني. وبعدين مش بيبقى الموضوع يعني كبير قوي، لأن هنا كده كده مفيش حد بيبص على حد. يعني لما تبقى واقف، يعني حتى أنا ببقى عارفة لما ببقى احنا عندنا شباك هنا على الشارع، اما الشباك بتاعنا على ترابيزة السفرة، فلما بنبقى قاعدين بناكل أو بنتعشى أو بنتغدى أو أي حاجة وناس تعدي، لما بيكونوا النرويجيين أنا عارفة إن هم عمرهم ما بيبصوا على الشباك، عمرهم. بس لما بيكونوا سياح او لما بيكونوا غربة عن البلد تلاقي عينيهم داخله على الشباك. فالنرويجيين ما عندهمش الكالتشر ده ان هم يبصوا على بعض فمن الشبابيك. يعني انا قصدي لما يكون معديين هم نويزي، بس لما يكون معديين على شباك حد فبيحترموا الخصوصيه وما يبصوش. فانا كان الحوار اللي انا بتكلم فيه النهارده ده كان مهم جدا بالنسبه لي، عشان انا بصراحه عمري ما شفته في مصر خالص. طبعا لو اي حد فيكم عارف ان هو موجود في مصر اكتبوا لي في الكومنتات. بس انا طبعا دلوقتي هوريكم في اخر الشارع عندنا هما بيشتغلوا ازاي هنا والباركينج عامل ازاي، علشان تشوفوا يعني انا بتكلم عن ايه بالظبط، عشان يبقى عندكم خلفيه.
خليكم معايا، هوريلكم الباركينج والكيبل كار وكل الشغل هنا. وده زي ما انتوا شايفين ده الكيبل كار دوت. الناس بتيجي، السياح بيبقوا هنا طبعا السيزون في الشتاء، فالسياح بيجوا هنا ويطلعوا فوق في الجبل بالكيبل كار. انا عماله بفتكر من ساعه ما بدات الفيديو اسمه ايه بالعربي بس مش فاكره. وده الباركينج بتاعهم زي ما انتوا شايفين. دي العربيه اللي بيركبوها لما بيطلعوا فوق، بس طبعا دي واحده راكنينها تحت فهم ما بيستخدموهاش يعني. تقريبا هي موجوده هنا عشان السياح يتصوروا جنبها او يصوروها حاجه كده. وده الباركينج بتاع المكان كله زي ما انتوا شايفين. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. طبعا انا حبيت اسالكم سؤال مهم جدا في الفيديو، واكتبوا لي في التعليقات، لان انا عايزه رايكم في الموضوع ده. رايكم بالنسبه لي مهم جدا، وانا عايزه رايكم في ان انا دايما بعمل فيديوهاتي قصيره، بس في ناس بعتولي انت ليه ما بتعمليش الفيديوهات بتاعتك طويله شويه. وانا بصراحه ما بحبش ان انا اطول عليكم، بس لو انتوا حابين ان الفيديوهات بتاعتي تبقى اطول من كده واتكلم في المواضيع بعمق شويه، ممكن تكتبولي في التعليقات، وانا ان شاء الله هبدا اعمل كده لو الكل عايز كده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.